عسلامة ومرحبا بكم. بدون مقدمات، الملعب التونسي ينتصر على الترجي الرياضي التونسي في ملعب الهادي النيفر 2 بلاش في إطار الجولة السادسة من البلاي أوف من البطولة التونسية. الترجي ثاني لقاء على التوالي ما ينتصرش، ثالث لقاء على التوالي في البطولة ما ينتصرش. الفورمة ماهيش هي الترجي مدة الأخرى ماهوش يقدم في نفس المردود، زوج ماتشات الأخرانيين نقصد. ثم أكثر من سبب بالطبيعة. ثم ماتش الأهلي ديجا سابيز، يعني ديجا الجوالات نتصور المخ العقل ديما في الطرح هذاك. هذه الأولى خاطر نهائي قاري، نهائي تشامبيونز ليج، مش كل نهار باش تلعب فينال تشامبيونز ليج. ثاني حاجة اللي نشوفها ممكن أهم وأكبر، أنه الترجي التونسي حسيته هز البطولة قبل ما يهزها فعليا. يعني مازالوا 5 ماتشوات ولا 6 ماتشوات، صحيح ثم فارق متاع 7 نقاط و6 نقاط، لكن ماهوش سبب باش يصير التراجع والتراخي هذا. دونك مونتالمون نحس في الجوارات مرتاحين في الكومفورت زون نتاعهم، تقولش عليهم صايي البطولة تهزت والماتشوات اللي قعدوا جوست عجاو قاعدين يتلعبوا باش تكمل البطولة وكهو. دونك هكا حسيت انا، واكثر من هكا ثم برشا معناتها لاعبين اساسيين ما لعبوش اليوم، كما محمد امين بن حميده للاصابه، حسام تقى للاصابه، اولو العقوبه، وثم رودريغيز خيارات المدرب، وثم غشة خيارات المدرب. دونك الشيء هذا معناتها اثر على الترجي. ما ظهرتش بالمردود المطلوب. التغييرات اللي صاروا خلي وجه الفريق يتبدل للأسف. معناتها الجوات المعوضين ما همش في قيمة الأساسيين. دونك الترجي بزهرها يعني وقت اللي عملت العثرات الذومة، الملاحق المباشر متاعها اللي هو الاتحاد المونستيري وإلا الإتوال وإلا الإفريقي نفس الشيء، قاعدين يمروا بفترة مشبهة زادة هما. دونك ما استغلوش العثرات متاع الترجي كما يلزم باش ينجموا يقربوا ويحاولوا يقلقوها في البوديوم في المركز الأول. دونك الترجي بعد 3 جولات لقى روحه عنده إيكار متاع 6 نقاط على أقرب الملاحقين ليه، وتوه بعد العثرات اللي عملهم باقي 5 نقاط فارق موجودين. يعني جاب ربي اللي معناتها الفارق اللي كنت نحكي عليه قعد بريسك هو نفسه. دونك ان شاء الله العثرات هذوما يكونوا معناتها ما يزيدوش يتعاودوا. ان شاء الله الترجي بعد الكف ذا معناتها العينين تتحل، الرجوع تتفيق وتفهم اللي معناتها مازال ما صار حد شيء. واني صحيح انت مازلت مراهن على 3 ألقاب، لكن 3 ألقاب هذوما على الورق حسابيا انت مازلت ما هزيتهمش. دونك لازم كل ماتش تعطيه حقه، ولو كل لعبة تلعبها كيف ما لازمها تتلعب، بكل سيريو، بكل جدية، بكل انضباط، حتى تكشي اخر ماتش. دونك بقاو 4 ماتشوات. فما الاتوال في تونس، ثم الافريقي قدام جمهورها، ثم مستير في تونس، وثم صفاقس في صفاقس. يعني ترجي ماهيش اول مرة تتحط في سيتواسيون كيما هكا. جوست الدوا جيري معناتها الستريس والقلق وكل شيء اللي يحصل معناتها في السيتواسيون هذوما، وقت اللي تكون معناتها انت تلعب على لقب وعندك معناتها منافسين يجريوا في جرتك. جوست معناتها لازم تعرف تتصرف في السيتواسيون هذه كما لازم تتصرف فيها. والبطوله معناتها مازالت قريبه من الترجي، ما بعدتش الحقيقه، خاطر 5 نقاط فارق ماهمش خايبين. وان شاء الله معناتها الترجي تدارك في قادم الجولات. بالنسبة للاعبين أنا قلت الجوالات ماهمش في قيمة الأساسيين. نحكي مثلا على الدربالي. الحقيقة معناتها الجوار ذا اوفونسيفمون نحسه اوفونسيفمون ليميتي، ما يعطي حتى إضافة هجومية. ينجم يكون يلعب ديستركتور بالكش باش يقص هجمات الفريق المنافس، ممكن هذه الحاجة اللي يعرف يعملها. لكن لاحظت أنا وين ثم سيتواسيون اوفونسيف اللي لازم فيها نفس هجومي، لازم فيها جوار يعطي حلول لاصحابه، ماهوش موجود. هو في الفاز اوفونسيف ناقص برشا، فهمت؟ ما عندوش حتى التوش نتاع البيتور نتاع الكادور اللي يشوط من بعيد، كل شيء نتاع العبد اللي يعطيك باسون بروفوندور باهيه. دونك ليميتي، ما عندوش الفينيس تكنيك اللي يخليه جوار اوفونسيف. هذا اللي شفته في ماتش الكلوب وفي ماتش اليوم سورتو، حسيته بالحق معناتها الجوار ما عندوش لي كاليتي اللي تخليه اوفونسيفمون افيكاس.
شكون اخر العايب مع كاردوزو بدا بالكدا، لكن من بعد تراجع الحقيقه. كي بدا مع كاردوزو نتفكروا كان تيتولار على الشعلالي اول ماتشوات، بعد الشعلالي رجع فك بلاصتو. وتوا معناتها العايب بصراحه اليوم كان تفرجوا في طرح اليوم اكثر من شطر الكور، 70% من الكور ممكن خسرهم. رولاشمون كبير، يلعب مرتاح على الاخر. تقولش عليه ترجي معناتها صايي التتويج نتاعها صار وفي غريبه، معناتها ما ثم حتى ضغط كيفاش يلعب. الحقيقه ما تخسر التمريرات نتاعو الكل. لي دويل نتاعو ما كانش مؤثر في المقابله، ما جاتش فرص من عنده. دونك نفس الشيء ثاني جوار في وسط الميدان بريسك ماهوش موجود، هو والدربالي. دونك احسن جوار في وسط الميدان اوغبيلو، عطى ماتش قدم ماتش باهي، جوار يعمل رونفيرسمون دو جو، يخزر الكولوار اليسار، يخزر الكولوار اليمين، كي يعطيك باس لونغ يعطيها لك في سياقك ولا يعطيها لك قدامك، هي راتبا معناتها لي باس لونغ نتاعو. تحرك فك برشا كور، معناتها بريسك الدربالي والعايب سهل التجاوز نتاعهم. الملعب التونسي بدات تبني، ثم اوغبيلو هو اللي بريسك حرم الملعب التونسي من برشا هجمات كانوا ينجموا يكونوا مخطرين. بالنسبه للهجوم اسمه بن حمود ما عوضش كيف ما لازم يعوض رودريغيز. رودريغيز نوع كجوار يخرج من 18 نتاعو يلعب مع اصحابه، وعنده ايزونس تكنيك في ساقيه، يلعب كرة سهله، تكناس في ساقيه. هذا ما حتى كي خرج من 18 ما جاتو حتى كوره، معناتها ما يعرفش كيفاش الجو اون بيفو ويل سو ديمارك ويلعب مع ساس والا مع غشه. ما فما حتى شيء ما ليناهوش في وسط اللعبه، دون لو جو ماهوش موجود. وفي الفينيسيون نفس الشيء، جاتو كرة راس ما عمل بها حتى شيء وطاح، هو لا يحب على بيلانتي. سوف كو اهم حاجه كي انت تكون في سيتوياسيون تاع فاس فاس لازم تماركي بونت، وهذه اهم حاجه قبل البيلانتي وقبل كل شيء. دونك لكن مؤثر في وسط اللعب، لكن مؤثر في الفينيسيون في الفاس فاس مع الجارديان تاع الملعب التونسي. دونك الحقيقه معناتها رودريغيز يستحق كل استحقاق مكان تاع اساسي قدام بن حموده، لي دو جوار بالنسبه لي ما يتقارنوش. يعني رودريغيز هرب بن حموده وما قدمش الاضافه اليوم، عطاه فرصته، عنده الحق ياخذ فرصته، لكنه ما قدمش الاضافه. ايش خليه دخل رودريغيز في دقيقه 67 ظاهر لي. بالنسبه للغشه ايجال لويمام، جوار معناتها تطلب منه يعطيك يقدم ديما كل ما عنده. دونك ما كانش معناتها إليمون مش باهي في طرح اليوم، بالعكس لعب كيما مستانس يلعب. ساس عنده مدة طافي ما فهمتش الواش، نفس الشيء اليوم يلعب مرتاح على الاخر. تقولش عليه ما ثماش رهان في الماتش، ما ثماش انجو، تقولش عليه ما لقاء ودي. كي تجيه كورة يعطي باس الاقرب جول اللي يبدا صاحبه بعيد عليه متر يعطيه باس، تقولش عليها كنت يلعب وقت ثاني. انا ما عينيش يعني بصراحه نورمالمون البلاصه نتاعو هذيك نتاع جوار كي تجيه الكوره اول حاجه يحاول يمشي اون افون، يحاول يفسخ ديفونسور، يحاول يعطي باس ديسيزيف. هو ما فما حتى شيء منه هذا، تجيه كوره يعطيها الاقرب واحد ليه، يعمل حتى شيء اخر بخلاف. يعني ما كانش مؤثر في وسط اللعبه نفس الشيء. دونك الترجي معناتها بدون الاساسيين نتاعو ما كان ماهوش ترجي اللي شفناه كونتر سان داونز من غير الاساسيين نتاعو. دونك البدلاء ماهوش في قيمه الاساسيين، هذه حاجه خايبه في كيبه تلعب على 3 ألقاب كل عام مينيموم. مش ما يجيش ما يكونش عندك بدلاء باهين. بدلاء الترجي ما تنجمش تعمل عليهم الحقيقه في ماتشوات الكبار، باش تعمل عليهم في ماتشات نتاع البطوله وقت اللي تكون انت كيما هكا عندك فارق 6 نقاط على اقرب المنافسين ليك. لكن اكثر من هذا معناتها باش تعمل عليهم في ماتشات كبار هاك شفت كيما شفت اليوم معناتها ناقصين برشا. كاردوزو ما عندك ما تلوم عليه، معناتها كاردوزو جوست حب يعطي فرصه لبن حمود، حب يعطي فرصه لاوغبيلو. دونك ما تنجمش تلوم عليه، عنده الحق يعطي يجرب يدور ليفكتيف ويعطي فرص للاعبين اللي مستنسين يقعدوا على البنك، والبقيه اللاعبين كما قلنا بين اصابه وبين عقوبه.
دونك ان شاء الله بعد الماتش هذا يفهم معناتها كاردوزو اللي ثم جوارات معناتها ما تبداش بهم اساسيين خير، سورتو انت مازال تلعب على اكثر من وجه، ما تبداش بهم اساسيين خير. من بعد خيار اراحه الشعلالي، خيار اراحه رودريغيز، نتفهم المدرب انا وعنده الحق يعطي فرصه لجوارات اخرين. على كل ترجي يعني شفنا ترجي بالخمسه اساسيين اللي سميتهم اللي هما الشعلالي واولو وبن حميده ورودريغيز وغشه وش مش غشه، هذا هو من غير غشه. وشفنا الترجي من غير الجوارات اللي كنت نسمي فيها. يعني شفنا معناتها زوز ايكيبات كاينين، نحكي على زوز ايكيبات مختلفين. دونك ان شاء الله كاردوزو يكون معناتها خذا برشا استنتاجات من الطرح هذايا، وان شاء الله معناتها خذا دي زونسينيومون يخليوه معناتها يفيزي يعني المستقبل الماتشات الجايين بالكدا، ويكون وضحت الصورة، وإن شاء الله يعمل يعني المرة الجاية على الكومبوزيسيون اللي لازم يبدأ بها. وهذا هو، وبالتوفيق للترجي في قادم اللقاءات، وسيرتو في النهائي القاري باش يجمعوا بالأهلي المصري. الملعب التونسي يستحق الانتصار متاعو اليوم، كان سيريو، كان واقعي أكثر من الترجي، لعب على نقاط القوة متاعو، عرف وقتاش يعمل البلوك ميديون، وقتاش يعمل البلوك با، عرف وقتاش يراهن على زاتاك رابيد، عرف كيفاش يبروفيتي من لي بالاريتي اللي جاوه. يعني سير الماتش متاعو كيما يلزمو يتسير، عرف روحه اللي هو الطرف معناتها اللي ماهوش الاقوى في المقابله هذه. دونك لعب على الفكره هذيك، عرف كيفاش يسكر، عرف وقتاش ينقر، وقتاش يخرج من المنطقه بتاعه، وقتاش يضغط على الترجي. دونك حب على 3 نقاط اكثر من الترجي، 3 نقاط مستحقه للملعب التونسي، خليه في المرتبه الثانيه. وبرافو الملعب التونسي، يعني انتصار مستحق، 3 نقاط مستحقة. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة اليوم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.